يا جماعة أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. النهاردة معانا يعني 3 حواديت كده برضه هنتكلم فيهم. أول موضوع معانا هو إصابة تريزيجيه. الأهلي أعلن بإن إصابة تريزيجيه يعني شد في العضلة الخلفية. الموضوع الأهلي أعلن عن الموضوع بسيط. هو فعلًا يعني لمّا جيت سألت يعني مصدر مُقرّب جدًا من تريزيجيه قال لي إن اللعيب متطمن جدًا، وقال لي إن اللعيب يعني شايف إن الإصابة يعني هو ممكن أسبوع وينزل التدريب بشكل طبيعي يعني. فالإصابة الحمد لله مش كبيرة لتريزيجيه. لكن فكرة إن هو بقى أول ما حس بحاجة خرج عشان خاطر المنتخب وعشان خاطر كأس العالم وعشان خاطر إن هو قادر يلعب بس ما جازفش. أوكي، على فكرة ده كلام صح. يعني مش صح إن تريزيجيه عمل لأ، الكلام ده مش حقيقي. هو فعلًا ما كانش قادر يلعب، ولكن صح لو لعيب حس بإصابة إن هو ما يلعبش. وصح إن الجهاز الطبي للنادي لو عارف إن في لعيب مصاب أو مش جاهز 100% إن هو ما يلعبش. ده الطبيعي جدًا يا جماعة. ما ينفعش زيزو يكون عنده إجهاد حتى ومش سليم 100% ويلعب ماتش البنك الأهلي فيتصاب ويخرج وهيغيب فترة. ما ينفعش. هتقول لي عرفت منين؟ هاقول لك عرفت من زيزو نفسه. زيزو وهو خارج يعني الكاميرا مصوراه وهو بيتكلم مع كريم فؤاد تقريبًا بيقول له: "أنا مش هالعب وأنا مصاب تاني." هل زيزو هو اللي أصِرّ إن هو يلعب؟ لأ، مش شخصيته أصلًا. لأ، أكيد إيه، يعني الراجل ده سليم وإن الراجل ده تمام والقياسات كويسة. ما هو مش كل حاجة أصلها بتبقى بالقياسات وبتبقى الكشف والفحوصات. ممكن الكلام ده كله يطلّعوك إن أنت سليم، لكن أنت تكون حاسس إنك مش سليم. فاهمين الموضوع بيمشي إزاي؟ فبالتالي تريزيجيه الحمد لله الإصابة مش كبيرة. في أقرب وقت هيرجع تاني مع الأهلي. أنا أتوقع يعني من الكلام اللي أنا عرفته يعني إن هو ممكن أسبوع وينزل المران. قطعًا مش هيلحق ماتش الإسماعيلي، قولًا واحدًا مش هيلحق ماتش الإسماعيلي طبعًا، ولكن إن شاء الله يعني في الفترة اللي بعد ماتش الإسماعيلي إن شاء الله يكون موجود مع الفرقة. ده بالنسبة لتريزيجيه. طيب سمعنا كلام إن الأهلي بعت مندوب مع إمام عاشور السعودية عشان خاطر العُمرة وعشان خاطر إن الأهلي يشاكك إن هو ممكن يروح يصوّر برنامج في رمضان أو إن هو يتفاوض مع أحد الأندية السعودية. طيب خلّيني أقول لك الأول إن طبعًا يعني أنا سألت كابتن وليد صلاح الدين شخصيًا، اتكلمت معاه وسألته الكلام ده حقيقي؟ قال لي: "مش حقيقي." تمام. ولكن في حاجة مهمة أو في 3 حاجات مهمين. الحاجة الأولانية هل برامج رمضان ديّة أو برامج بشكل عام النادي ما بيكونش مرحّب بيها؟ ده بيكون مرحّب بيها جدًا، لإن النادي ليها نسبته، النادي ليه نسبته والدنيا تبقى حلوة يعني وبيبقى جزء من تسويق اللعيب بشكل عام يعني، والأندية بتفكّر بالطريقة ديّة. فهل لو راح يصوّر وهو عنده مشكلة مع الأهلي، الأهلي هيمنعه؟ قطعًا لأ، قطعًا لأ. طيب الحاجة التانية، هيتفاوض مع الأندية السعودية إزاي؟ وعلى فكرة أنا عندي تفصيلة مهمة في قصة إمام عاشور بس مش هاقولها النهارده. خلّوها في فيديو تاني يعني، ليها علاقة بالعروض والاشتغالات ديّة. المهم يعني، هل هيتفاوض مع نادي سعودي إزاي وهو لسه في عقده سنتين ونُص؟ بأي منطق يعني؟ طيب ولو راح تفاوض هيكون برضه بعلم الأهلي ومعرفة الأهلي. فيعني هيروح مثلًا نادي سعودي يتفاوض معاه إزاي؟ ما هو لسه عقده فيه سنتين ونُص. هي مثلًا مش عقده هيخلص آخر السنة، فخلاص هيبقى free آخر السنة فراح يتفاوض. فكلام برضه مش منطقي. طيب هل العلاقة بين الأهلي وإمام عاشور أحسن حاجة؟ أكيد مش أحسن حاجة. أكيد مش أحسن حاجة. الأهلي متضايق منّه؟ طبعًا متضايق منّه. متضايق منّه أوي، متضايق منّه أوي. يعني ده كلام ما فيش فيه نقاش ولا جدال. هل إمام عاشور شايف نَفْسه؟ شايف نَفْسه. وهل كلام صالح جمعة حقيقي؟ كلام صالح جمعة حقيقي. يعني هل أنتم متخيّلين يا جماعة إن لعيب زي صالح جمعة أو أي لعيب يعني يطلع في برنامج كبير ومتشاف ويقول كلام عارف إن الكلام دوّة trend حاليًا في مصر، يعني عن قصة trend حاليًا في مصر، والأهلي ممكن يطلع يتكلم أو إمام عاشور يطلع يتكلم، وهيغامر ويقول كلام ما حصلش؟ أكيد لأ. يعني بالعقل وبالمنطق أكيد لأ. مش هيقول حاجة من دماغه.
كون إن إمام عاشور بقى عارف إن القصة دي هتزود له أو الكلام ده هيزود له مشاكله مع الأهلي أو فدي حاجة تانية، لكن أكيد مش هيألف، أكيد مش هيألف. فإمام عاشور متضايق وقرفان من نفسه ومخنوق وتعبان نفسيًا وحاجات كتير يعني. يا جدع العب بس 6 شهور كده ورا بعض وأنت بمستوى ثابت، بلاش مستوى ثابت، أنت لعيب كبير وأنت موجود في الملعب. يعني يا فرحتي أنا كنادي عندي لعيب كويس، لعيب كويس بينزل عنده شوية أساسيات حلوة، بيكسبني كام ماتش ويبقى كويس وبعدين ألاقي يغيب عني. ما عندوش استمرارية. على فكرة إمام عاشور بيتصنف من اللعيبة اللي هي ما عندهاش استمرارية. إمام عاشور هيديك موسم كويس بعد كده هتلاقيه غاب موسم، وده فعلا، ده فعلا. إمام عاشور عمل الموسم اللي قبل اللي فات هايل جدا، وكان ممتاز جدا يعني. الموسم عامل الموسم اللي فات كان ممتاز جدا جدا. فين بدايته مع الموسم ده؟ تقول لي في إصابة؟ طيب أوكي، هل هو الإصابة برضو كانت قالت له يروح يسهر وياكل من بره؟ يا جماعة يعني حياة اللعيب بشكل عام بتنعكس على التوفيق اللي بيلازمه، يعني الخضوع ديت عامة يعني. لما تلاقي لعيب زي كهربا كده الدنيا ضاقت بيه ومش عارف يروح فين، تعرف إن هو حياته مش مظبوطة يعني كده، يعني ده ياخدها كده قدامك على طول. لما تلاقي لعيب زي إمام عاشور الكلام عليه حواليه كتير حياته مش مظبوطة يعني. المتوقع لإمام عاشور إن هو يعني هيفضل يقول لك أنا عايز أطلع وهيمشي في الآخر وهيطلع ويروح ويدخل في 30 سنة و31 سنة 32 سنة هرجع على أهلي هرجع على زمالك ومش عارف إيه الكلام ده كله. وساعتها هيلاقي باب الأهلي مقفول لأن خلاص أصل الأهلي خدوا بالكم يعني. الأهلي عنده حاجة هي بتشوفها ميزة وعيب. الأهلي بيقدر اللعيب اللي عنده أوي، لكن بمجرد ما يحس خلاص إن هو ملهوش تواجد معاه أو مش هيفيده بيقول له شكرا، ما بيتكسفش. فبالتالي الأهلي يعني كهربا دلوقتي عايز يرجع الأهلي مثلا، لا مش عشان خاطر مثلا آه يعني أنت كنت معايا كويس في لقطات أو كنت معايا كويس في حاجة بس أنا برضه ساعدتك كتير يعني. فالأهلي يعني فكره عملي أكتر. فبالتالي الأهلي دلوقتي بيتعامل مع إمام عاشور معاملة محترفين. عقدك أهو، همدد لك عقد بمرتب أكبر. بس أنت يعني أنت بتتكلم على زيزو، يعني طب هو زيزو يا جماعة بايع نفسه من قبل ما يجي الأهلي أصلا. أنتوا عارفين يا جماعة قصة زيزو ديت؟ بس زيزو اتباع عليه إعلانات من الأهلي وشركة الكورة كبيرة جدا، فطبيعي طبعا اللعيب بياخد نسبته، فيتصور لك إن هو واخد المبلغ ده من الأهلي. هو ما بيكونش واخد المبلغ ده من الأهلي، هو بياع فهو واخد مبلغه من الأهلي ومكمل العقد بتاعه 60 أو 70% منه من الإعلانات. فاهمين اللعبة بتمشي إزاي؟ طيب يجي مثلا لعيب مش عايز أذكر لعيبة والله، بس مثلا يجي لعيب مثلا زي أحمد نبيل كوكا يقول لك عايز مرتب كبير. الأهلي يقول له أنا الحدود بتاعتي كذا، بالنسبة لك أنت فئة تانية مثلا هتاخد 15 20 ربنا يزيدهم يعني هياخد 20 مليون مثلا، لأنه الفئة التانية في الأهلي بعد التعديلات بتوصل للمرحلة دي. ف20 مليون. طيب أنت بياع، يعني أنت جاي عليك إعلانات، لو جاي عليك إعلانات ب30 مليون مبروك عليك يبقى أنت كده عندك 50 مليون. فاهمين اللعبة بتمشي إزاي؟ لكن هو مش بياع، مش جاي عليه إعلانات فهياخد المبلغ ده. النادي بقى بيجتهد ويجيب لك عقد إعلان أو دي حاجة ليك. فهل إمام عاشور بياع دلوقتي في سوق الإعلانات؟ إمام عاشور مش بياع على فكرة، يعني في سوق الإعلانات دلوقتي إمام عاشور مش بياع، مش بياع. ف الأهلي هيديله المرتب بتاعه وهيديله الحاجة العظيمة بتاعته واللي يستحقه إن هو فعلا لعيب كويس جدا والكلام ده كله يعني. لكن مش يعني مش هتوصل مثلا بمرتب زيزو اللي هو ضامنه مع الأهلي بسبب إن هو بايع وهو جاي الأهلي، بايع وهو جاي الأهلي. وهي دي المشكلة في موضوع المرتب، هي دي المشكلة في موضوع المرتب يعني بشكل عام. فخليك يا إمام رجلك في الملعب، خليك متألق مع الأهلي، خليك متألق مع المنتخب، روح كأس عالم،
خلّي الشركات هي اللي تيجي لك، الشركات الإعلانية اللي تيجي لك، خلّي النادي نفسه هو اللي يتمسّك بيك، خلّي أندية أوروبا كلّها تبُص عليك، خلّي الأندية الخليجية تبُص عليك، خلّي الأندية الأمريكية تبُص عليك. ما تبيعليش شهرين 3، 4 تلعبهم وألاقيك مريّح شهرين 3، 4 في أمور أصلًا ما لهاش علاقة بالكورة. أنت بتروح تاكل من برّه وييجي لك فيروس والّا يعني دي حاجة ما لهاش علاقة بالكورة يعني. فيعني خلّينا نقول بس إن يعني نرجع لقصتنا الطبيعية. إمام عاشور ما فيش مندوب سافر معاه ولا حاجة يعني، بس أكيد الأهلي متضايق منّه طبعًا، أكيد متابعه بالخطوة بالمواعيد والالتزام وهترجع إمتى وطيارتك هتبقى إمتى، أكيد طبعًا، ده ما فيش فيه جدال ولا نقاش يعني. طيب ندخل موضوع تالت ليه علاقة بالفلسطيني محمد محمود مومو. طيب مومو ده مبدئيًا لعيب، هو يعني لعيب ليه كل احترام والتقدير، بس أنا شخصيًا مش مقتنع بيه تمامًا، لا يليق بالأهلي على الإطلاق، والأهلي كان هيجيبه لولا ناس يعني إيه المفروض إن هي يعني زي حالاتي كده بيدعوا إن هم بيفهموا في الكورة، قالوا للأهلي يعني هو مش سد خانة خلاص يعني. أنت عندك، قالوا للأهلي أنت عندك 75% من القايمة بتاعتك سد خانة، يعني هتجيب لعيب هتدفع له بالدولار حتى لو مرتب مش كبير، بس يعني يكون لعيب يعني. الأهلي برضه في الوقت نفسه قال لك أنا خلاص مش، بعد ما اتفق مع اللعيب، مع والد اللعيب، اللي هو والده اللي هو وكيله في نفس الوقت أستاذ بلال، قال لك لأ مش خلاص إحنا مش عايزين في الشتا. طيب هل الأهلي قفل الباب؟ ما قفلش الباب، الأهلي برضه بلّغ اللعيب وبرضه بلّغ وكيله ووالده، اللي هو الاتنين واحد، الاتنين شخص واحد، أستاذ بلال محمود، قال لهم إحنا هنأجّل الصفقة للشتا، وقال له إن محمد يعني اتقال لوالده إن محمد لعيب كويس ولكن إحنا هنتابعه لإن هو بقى له فترة مصاب وبقى له فترة يعني مش في الملعب بشكل منتظم، فبالتالي إحنا هنتابعه ويعني إن شاء الله يكون معانا في الشتا. طيب اللعيب هيتجنن ويروح الأهلي، هيتجنن، هو ووالده هيتجننوا ويروحوا الأهلي. هُم شايفين تجربة وسام أبو علي قدّام عينيهم، شايفين نادي جماهيري كبير، نادي بياخد بطولات، أكبر نادي في أفريقيا، بيطلع منه لعيبة لفالنسيا، بيطلع منه لعيبة لبرشلونة، شايفين النادي ده هُم، أنا عايز أقول لكم يا جماعة الراتب بتاع اللعيب ده كان هيبقى قليل خالص يعني، $100,000 تقريبًا أو حاجة يعني، وده كان مشجع الأهلي أكتر. فبالتالي إن هو يكون موجود وارد، إن هو يلعب يبقى كويس بالنسبة لمسؤول الأهلي إن هم يجيبوه يعني، لكن هو على فكرة مش فيرود الهجام رقم 9 الأهلي عايزه يعني، لكن بشكل عام أنا باكلمكم في معلومة، الأهلي بلّغ اللعيب ووالده إن هو ما صرفش نظر عن الموضوع، بلّغهم إن أنا إن إحنا هنأجل الموضوع للشتا. بالمناسبة اللعيب ده لو ما راحش الأهلي هيروح نادي مصري، مش النادي المصري، نادي مصري. نادي مصري، لإن هو عايز يلعب في الدوري المصري بشكل عام، لو خطوة الأهلي ما نجحتش هيلعب في الدوري المصري بشكل عام يعني، وممكن جدًا في الصيف أو بنسبة 95% في الصيف هتلاقيه يا إما في الأهلي، يا إما في نادي تاني في الدوري المصري. ده الفيديو بتاعنا النهارده وأشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.